ورجعنا لكم من تاني بفيلم رعب ياباني. يلا بينا. بيبدأ الفيلم بطلاب بيبقوا قاعدين في الفصل، بس فجأة راس المدرس بتنفجر وبتخرج منها لعبة اسمها داروما، والطلاب بيكونوا خايفين جدا وداروما بتديهم ظهرها، بس لما بتلف وبتلاقي حد بيتحرك بتخلص عليه، وبتلف تاني وبتردد اسمها، والطلاب بيكونوا مرعوبين ومش عارفين يتصرفوا ازاي، وبيفضلوا يصرخوا من الخوف، واتنين منهم بيهربوا من الباب بس الباب بيطلع مقفول، وداروما بتخلص عليهم والطلاب بيترعبوا اكتر. وفي طالب اسمه سكاتي بيهديهم وبيقول لهم دي لعبة الموت، وعلشان نعيش في حل واحد هو الزرار اللي في ظهر اللعبة، لو دوسنا عليه اللعبة هتقف. ففي طالب بيحاول يدوس على الزرار بس داروما بتخلص عليه. وفي طالب اسمه تاكاهاتا بيشوف الوقت قرب يخلص ومش باقي غير دقيقة، فطلاب بيجروا علشان يدوسوا على الزرار بس بيتزحلقوا على الارض وداروما بتقتلهم، وكل اللي بيتحرك داروما بتقتله وبتخلص على كل الطلاب اللي في الفصل، وما بيتبقاش غير تاكاهاتا وسكاتي. وتاكاهاتا بيفقد الامل بس سكاتي بيقول له عندي فكرة، اوطي واطلع على ظهري ونط على اللعبة ودوس على الزرار، وبينفذوا الخطة. وتاكاهاتا بيطلع على ظهر سكاتي وسكاتي بيرميه ناحية اللعبة، وتاكاهاتا بيطير من فوق طلاب والخطة بتنجح وبيدوس على الزرار، واللعبة اخيرا بتنتهي وبيكونوا فرحانين جدا. بس فجأة راس سكاتي بتنفجر وتاكاهاتا بيكون مصدوم، واللعبة بتقول له انت اللي دوست على الزرار يبقى انت اللي كسبت وهتعيش، واللعبة بتقول القطة جاية وبتبقى تقصد التحدي اللي بعد كده. وفجأة واحدة صاحبته بتفتح الباب وبتقع على الارض وبتبقى خايفة جدا، وكانت في تحدي داروما زيه، فبيكلم الشرطة بس ما بيلاقيش شبكة، وداروما بتقول لهم تاني القطة جاية، فبيهربوا من المكان بس الابواب بتكون مقفولة، وتاكاهاتا بيكسر الباب بس الباب ما بيتكسرش، والباب ده بيفتح معاهم وبيدخلهم على صالة العاب رياضية، والباب بيتقفل وراهم وبيتحبسوا تاني، وبيلاقوا طلاب كتير غيرهم، وفيهم طلاب لابسين لبس فار ومكتوب على الارض دخلوا كرة في السلة علشان تكسبوا تحدي. ومرة واحدة الارض بتتهز وطلاب كلهم بيترعبوا، وبتخرج قطة عملاقة وبتاكل اي طالب لابس لبس فار، وطلاب بيترعبوا ومش بتعمل حاجة لتاكاهاتا واتشيكا، وبتاكل الطلاب اللي لابسين لبس فار وبتفضل تجري وراهم. واتشيكا بتشوف كرة على الارض وتاكاهاتا بيشوف سلة في القطة، وبيفهم انهم لازم يدخلوا الكرة دي فيها، وبيقوم يعرف الطلاب. وفي طالب بيلعب سلة كويس بيقول لهم ارموا لي كورة، فاتشيكا بترمي له كورة وبياخدها ويرميها في السلة، وبتكون خلاص هتدخل بس القطة بتمسكها، والكل بيتصدم وبترميها على طالب وبيخبط في الحيط وبيموت. وبتشوف تاكاهاتا واتشيكا بس مش بتاكلهم وبتهجم على طلاب اللي لابسين لبس فار، وتاكاهاتا بيفهم ان لبس الفار خطر وبيقول لطلاب يقلعوه، وبسرعة بيقلعوه وبيفتكروا انهم كده في امان، بس القطة بتاكل البنت دي، فتاكاهاتا بيتصدم وبترجع تاكل الطلاب تاني وبتبقى هتاكل اتشيكا، بس على اخر لحظة تاكاهاتا بيلبس لبس فار وبينقذها، والقطة بتسيبها وبتهاجمه بس بيهرب منها، والقطة ما بتعرفش تمسكه، وبيقول لهم يرموا له كورة بس بيخافوا يموتوا زي الطالب بتاع السلة. وفجأة بيسمع القطة بتتكلم وبيعتقد ان لبس الفار اللي بيخليه يسمعها، وبتقول انها عايزة حد يحك لها ظهرها، وتاكاهاتا بيفرح انه فهم القطة وبيجري بسرعة وبيطلع على القطة وبيمسك في الحبل ده وبيحك لها ظهرها، وهي بتكون فرحانة جدا، وتاكاهاتا بيطلب مساعدة زمايله، واتشيكا بتروح له بتحك معاه ظهر القطة، والقطة بترتاح اكتر، وزمايلهم بيشوفوا كده بيروحوا يساعدوهم لحد ما القطة بترتاح خالص وبتنام. وتاكاهاتا بياخد كورة وبيقول ده وقت مناسب عشان نحطها في السلة، بس بياخدوا منه كورة وبيتخانقوا في مين اللي هيحطها، وبسبب صوتهم العالي القطة بتصحى وبتقتل اتنين منهم وكلهم بيخافوا. وتاكاهاتا بيقول الوقت اللي بقى قليل جدا، بس بتجيله فكرة عبقرية لما بيشوف كرة مقطوعة، وبيقول لاتشيكا تجيب الكرة الحقيقية وتروح وراها على غرفة الملابس، وبيطلعوا بكورتين متغطيين بلبس الفار، والقطة بتحتار ما بينهم، والاتنين بيجروا على القطة وبتحتار تصد اي كرة فيهم، وكرة تاكاهاتا بتتكشف وبتبان انها المزيفة، فبتصد كرة اتشيكا وبتضربها، بس بتطلع الكرة اللي معاها هي اللي مزيفة، وبيكون تاكاهاتا بدل الكورتين في غرفة الملابس، وبيرمي الكرة الحقيقية وبتكون شكلها خلاص هتدخل، بس مش بتدخل وبيحسوا بخيبة الامل، بس بيظهر الطالب ده وبيمسك الكرة وبيدخلها في السلة، والقطة بتقول التحدي انتهى، واسامي الطلاب اللي هيعيشوا امايا وتاكاهاتا واتشيكا، ومش بتقول اسامي الطلاب التانيين، وتاكاهاتا بيستغرب وبيسأل القطة ايه اللي هيحصل للطلاب التانيين، وفي الوقت ده امايا بيقتلهم وبيخلص عليهم، وبيقول هو ده العدل، الضعيف لازم يموت والقوي هو اللي يستحق يعيش، وبيقول لتاكاهاتا احنا الاتنين اقوياء شبه بعض علشان كده احنا الاتنين عايشين، بس اتشيكا بتقول له انت كداب وشرير، لكن تاكاهاتا طيب، بيكون عايز يقتلها، بس القطة بترش دخان ابيض وبيختفوا من المكان. وبنشوف في الاخبار المذيعين وهم بيقولوا ان التحديات دي بتحصل في كل المدارس على مستوى العالم، وان في مكعبات ضخمه بتطير في الجو وبيتحبس فيها الطلاب اللي بيكسبوا، وجوه المكعب اللي بيطير في اليابان بيصحى تاكاهاتا وبيشوف بنت يعرفها وكان بيحبها زمان وبيفرح انه شافها، وبيكون معاهم اتنين غيرهم، طالب مغرور اسمه تيرا وطالب اسمها تاكا، وبيكونوا عدوا بنفس التحديات. وبيلاحظ تاكاهاتا ان اساميهم كلهم بتبدا بنفس الحرف، وبيتضايق جدا عشان امايا واتشيكا اسمهم بيبدا بنفس الحرف، وبيخاف يكونوا في مكعب واحد، وبيروح عشان يلحقها بس الباب بيكون مقفول، وبيفضل يخبط
بيخبط ويصرخ بس تيرا بيقول له مفيش فايده، احنا محبوسين هنا لحد التحدي الجديد، وبيوروا له المكعب اللي محبوسين فيه. وفجاه الباب بيخبط وبيدخل 4 عرايس، وتيرا بيسالهم ايه تحدي، بيقولوا له هنغمي عينيك وهنغني اغنيه وبعدها هنقف ونسالك مين وراك. وتيرا بيوافق وبيغموا عينيه، والعرايس بتغني وبتلف حواليه وبيوقفوا غنى وبيسالوه من وراك، وبيتوتر وبيجاوب غلط وبيخسر. والعروسه بتضربه بليزر وبتسيطر على عقله وبيخلوه يخبط راسه في الارض كتير لحد ما بيموت. وبيروحوا لطاقه وبترفض تلعب بس بيهددوها انهم هيقتلوها فبتوافق، وبتلعب غصب عنها وبيغنوا وبيلفوا حواليها وبيوقفوا غنى وبيسالوها من وراكي، وبتتاخر في الرد وبيعتبروها خسرت وبيضربوها بالليزر وبيسيطروا عليها وبيشدوا في جسمها لحد ما بيقسموها نصين وبتموت. وبيروحوا لتوكسا بس طاقهاتا بيطلب يلعب بدلها، والعرايس بتوافق وبيغموا عينيه وبيبداوا يغنوا ويلفوا حواليه وبيوقفوا غنى وبيسالوه من وراك، وطاقهاتا بيركز وبيجاوب صح. والعرايس بتتصدم وبيقولوا له عرفت ازاي؟ بيقول لهم كنت بسجل لكم وانتوا بتلعبوا مع طاقه، وعرفت بتوقفوا غنى امتى وبتترصوا ازاي. فالعروسه بتنفجر وبتتحول لمفتاح وبياخدوا المفتاح ويخرجوا، وبيلاقوا طالب بيصرخ وبيقول لهم يمسكوا في ايد بعض. العروسه دي بتقتل الطلاب اللي واقفين لوحدهم وبيمسكوا ايد بعض، والعروسه بتتضايق وتمشي وبيسمعوا صوت صريخ وبتطلع اتشيكا، وطاقهاتا بيسيب ايد توكسا وبيجري يمسك ايد اتشيكا، والعروسه ما بتاكلهاش. وبيظهر وش بيضحك، وطاقهاتا واللي معاه بيقابلوا طالبين تانيين وبيقولوا لهم اللعبه عايزه 7 اشخاص و7 مفاتيح، فبيترمي قدامهم 3 مفاتيح وبيجي امايا واحد معاه، بس بيكونوا ناقصهم شخص واحد، فامايا بيقتل الطالب اللي معاه وبيقول كنت ماسك ايده بس عشان العروسه ما تقتلنيش. وكده يبقوا 7 اشخاص و7 مفاتيح، وبيدخلوا المفاتيح واللعبه بتنتهي، وبتأمرهم يغيروا هدومهم وبتفتح لهم طريق يخرجوا منه، وبيدخلوا فيه وبيطلعوا على مكان كله تلج، وبيطلع لهم دب ابيض وبيفضل يرقص وبيوقف راسه وبيقول لهم انا بكره الكذب وهسألكم اسئله واللي هيكذب هيموت، ولو كلكم ما كذبتوش اللعبه هتنتهي. وبتسأل اول سؤال ايه هي اكلتكم المفضله، فبيشوفوه سؤال سهل وبيجاوبوا كلهم، بس الدبدوب بيشم ريحه كذب وبيقول لهم سلموا كذاب خلال دقيقتين والا هتموتوا كلكم، وبيشكوا كلهم في بعض وبيفضلوا يتخانقوا، وبيتهموا في الاخر الطالب ده علشان قال البقدونس وده مش وجبه اساسيه، وبيقول لهم انا مش كذاب بس كلهم بيختاروه والدب بيقتله. وبيسالهم السؤال اللي بعده وبيقول لهم مين بيحب تاكاهاتا، امايا بيقول بحبه، واتشيكا وتوكسا بيقولوا بنحبه، وكلهم بيقولوا بنحبه، بس الدبدوب بيقول في وسطكم كذاب، واتشيكا بتشك في امايا وبتقول مش بيحب غير نفسه، وكلهم بيشكوا في بعض. وتاكاهاتا بيستغرب ان في حد بيكذب مع انهم لو كلهم ما كذبوش اللعبه هتنتهي، فالدبدوب بيقول له اكيد وسطكم كان فضائي وعمال يكذب عشان كلكم تموتوا، فطلعوه بسرعه علشان ما تموتوش كلكم. وطالب ده بيقول انا وصاحبي من نفس المدرسه، وامايا واتشيكا وتاكاهاتا من مدرسه واحده، لكن توكسا هي اللي غريبه عننا، وتاكاهاتا بيدافع عنها بس الطالب ده برضه بيتهمها، واتشيكا بتقول لا هي صاحبتنا بس بيبقوا خلاص اختاروها والدبدوب بيقتلها، وتاكاهاتا بيزعل عليها علشان كان بيحبها. والدبدوب بيقول السؤال اللي بعده بس تاكاهاتا بيقول له لحظه انا عرفت مين الكذاب، وبيشاور على الدبدوب وبيقول محدش كذب من البدايه ودم توكسا كشف لونك الاسود. والدب بيتعصب وبيهجم عليهم بس بيهربوا منه، وبيقع في مكان سخن بيسيح لونه الابيض، والدب بيقول اللعبه انتهت وبيموت، وبيظهروا في مكان جديد والباب بيتفتح وبيظهر 3 عرايس وبيقولوا لهم دي المرحله الاخيره، وبيقولوا لهم اللي هيبقى اكوما هيحط العلبه دي في الدايره الحمراء والكل هيستخبى وهيدور عليكم، واللي هيشوف وشه وهيقول اسمه عند العلبه هيبقى كده مسكه وهيدخل السجن، واللي هيشوط العلبه كل الطلاب هيتحرروا بس العلبه فيها قنبله واللي هيشوطها هيموت، واكوما لازم يحط 3 طلاب في السجن عشان يكسب، وبيختاروا حد منهم يكون اكوما وبيطلع امايا. والعرايس بيقولوا تحدي هينتهي مع غروب الشمس، وبتبدا اللعبه وبيستخبوا، وامايا بيشوط العروسه بيوقع بيها العلبه وبيحط العلبه في الدايره الحمراء، وبيروح يمسك اول 2 وبيحطهم في السجن، وبيشوف تاكاهاتا واتشيكا وتاكاهاتا بيهرب، وامايا بيوصل بسرعه واتشيكا ما بتلحقش تهرب وامايا بيمسكها، وبيطلع لتاكاهاتا بيلاقيه هرب وعارف يستخبى، فبيرجع يحرس العلبه ويفضل يندى على تاكاهاتا ويقول له اظهر ومش همسكك، انا خلاص سجنت 3 اشخاص اظهر وهنكسب احنا الاثنين، بس اتشيكا بتقول له ما تصدقوش واوعى تظهر ابدا، وبيشوف البدله الحديد دي وبيلبسها وبيطلع بيها، وبيقول له مش هتعرف تشوف وشي، وما بيعرفش يمشي من تقل البدله، وبيرفع السيف فبيقع منه وبيهرب على سور القلعه، وتاكاهاتا بيقلعه الخوذه وبيشوف وشه وبيروح للعلبه علشان يدخله السجن، بس تاكاهاتا طلع ربطه في البدله وهو بيقلعه الخوذه، وتاكاهاتا بيقول كنت فاكر حياتي ممله وكنت نفسي في حياه جديده، بس كنت غبي وخسرت كل شيء وحياتي كانت احسن من دلوقتي، وبينط من على سور القلعه وامايا ما بيكونش عايز يقع وبيشد البدله بصعوبه، وتاكاهاتا بيكون قلع البدله وطلع تاني بس بيكون تعبان جدا وبيشوف العلبه قدامه بس ما بيقدرش يتحرك، وبيحاول يجمع قوته وامايا بيطلع البدله، وتاكاهاتا بيروح عند العلبه وكلهم بيخافوا من الانفجار، وتاكاهاتا بيشوط العلبه
فبس العلبة ما بتنفجرش وبيتفاجئوا والشمس بتمشي والعرايس بيقولوا اللعبة انتهت وتاكاهاتا حرر الطلاب وبيقولوا الانفجار كان للتشويق مش اكتر وامايا بيتضايق عشان خسر وهيموت بس العروسة بتقول له محدش هيموت وبيفرحوا وفي العاب نارية بتتضرب في السماء والعرايس بتديهم ايس كريم وبيقعدوا ياكلوه وإيتشيكا وتاكاهاتا بيتكلموا في اللي هيعملوه لما يخرجوا بس إيتشيكا بتبص على عصايتها وبتتصدم وبيبقى مكتوب لها هتموتي وتاكاهاتا مكتوب له هتعيش والعرايس بيقولوا المراحل اللي فاتت كانت عايزة ذكاء لكن المرحلة دي عايزة حظ بس وبيقولوا إيتشيكا هتموت وامايا هيعيش وبيضربوا ليزر على طالبين دول وبيموتوا وبيضربوا ليزر على إيتشيكا وبتموت وامايا وتاكاهاتا بيخرجوا من المكعب وكل الناس بتحييهم بس تاكاهاتا بيكون زعلان على اصحابه اللي خسرهم وكده خلص الفيلم. لايك للفيلم واشتراك للقناة علشان نخش على الفيلم اللي وراه. سلام عليكم.